متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من داخل قلعة من قلاع الرياضة المصرية، كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية. بحيي حضراتكم جميعا مع النشرة الأسبوعية نرصد معا أهم الإنجازات وأهم الأنشطة التي نفذتها الكلية على مدار الأسبوع، بداية مع هذا الخبر. كلية الريادة ومصنع الرجال تحصد إنجازا جامعيا جديدا يسطر بالفخر ويروى بالاعتزاز في مشهد يعكس عمق رسالة الكلية في بناء الشخصية المتكاملة وتعزيز قيم التميز والانتماء. كرم السيد الأستاذ الدكتور أسعد الكيكي عميد الكلية الطالب يحيى شريف رياض محمد بالفرقة الرابعة لحصوله على المركز الثالث في مسابقة الطالب المثالي على مستوى جامعة الإسكندرية. وفي كلمته عبر السيد العميد عن فخره بالطالب المثالي، مشيرا إلى أن هذا التكريم ليس مجرد لقب تكريمي، بل هو تجسيد حي لرؤية الكلية التي تؤمن بأن التميز الحقيقي هو مزيج من العلم والانتماء والقدرة على التأثير. ويحيى شريف هو نموذج مشرف لطالب استطاع أن يثبت ذاته علميا وأخلاقيا. ويعد الطالب يحيى شريف من أبرز طلاب الكلية تميزا واجتهادا، وقد أظهر حضورا قويا بين زملائه من مختلف كليات الجامعة، مستندا إلى أداء أكاديمي متميز وشخصية قيادية وثقافة عامة أهلته لهذا الإنجاز المستحق. ختام الامتحانات النظرية بكلية الريادة والتميز في محطة أكاديمية جديدة، أسدل ستار هذا الأسبوع على الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025 بكلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية، وذلك وسط متابعة دقيقة من إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وحرص واضح على توفير بيئة امتحانية منضبطة ومحفزة. وقد صرح الأستاذ الدكتور أسعد الكيكي عميد الكلية بأننا نقدر جهود طلابنا والتزامهم، ونثق أن هذه المرحلة تمهد لنتائج تعكس ما زرعوه من علم وانضباط، مع تمنياتنا لجميع الطلاب بالتوفيق في الخطوة القادمة من الامتحانات العملية ومزيد من النجاح والتميز لأبناء الكلية. متابعينا الكرام، كان هذا موجزا لأهم أنشطة وإنجازات كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية على مدار الأسبوع. شكرا لكم على طيب المتابعة.